العوافي عليكم يا حبايبي. أنا النهاردة جاي أحكي لكم حكاية مثل. المثل بيقول إيه؟ يهني سعيد بسعيدة. إيه حكاية المثل يهني سعيد بسعيدة؟ حكاية فتحي متجوز فتحية، وكانوا قاعدين في بيت عيلة. كان أول دور قاعد أمه وأبوه، وتاني دور كان أخوه ومرات أخوه، وهو كان تالت دور. فتحية دي ما كانش مريح، كانت دايما تشتكي من حماتها، وتشتكي من سلفتها، وتشتكي من اخوات جوزها، وتخلي جوزها نفسه تشيل من اخوه ومرات اخوه ومن امه ومن اخواته، لدرجة ان هو بقى يخاصم اخواته ومقاطع اخوه، وما كانش يسمع الا كلامها وما يصدقش الا هي. وفي يوم من الايام فوزية جاية عند امها اخت فتحي، فقابلت في الطريق ام محمد جارتهم. قالت لها هو لسه اخوكي فتحي مخاصمك ومخاصم اخواته؟ قالت لها اه. قالت لها كل ده عشان مراته؟ قالت لها يا ام محمد ما بيشوفش ولا يسمع الا كلامها، عنده استعداد يخاصم الدنيا كلها علشانها. فراحت ام محمد مطبطبة على كتفها كده وقالت لها يهني سعيد بسعيدة. وتمر الأيام والسنين والكلمة دي تبقى في بق الناس، أما واحد يقاطع عيلته ويقاطع الدنيا كلها عشان مراته، الناس يقولوا يهني سعيد بسعيدة. أو واحدة تقاطع أهلها وجيرانها وصحابها وما تسمعش إلا كلام جوزها حتى لو كان غلط، يقولوا يهني سعيد بسعيدة. وإن عجبكم المثل ما تنسوناش في اللايك والشير، وأتمنى اللي انتوا تزورونا في قناتنا التانية حكاوي خالتي تونة، وقناة الطبخ مي اسماعيل شانل، وهسيب لكم الرابط أسفل الفيديو. وتمسوا بالخير يا حبايبي.